هذا وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في مقدمة مستقبلها السيدة انتصار عامر قرينة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصولها إلى البلاد مساء اليوم في زيارة للمملكة. وقد رحبت صاحبة السمو الملكي بزيارة قرينة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية متمنية لضيفة البلاد طيب الإقامة، وأعربت سموها عن اعتزازها الكبير بما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات طيبة ووطيدة، وما تشهده هذه العلاقات الأخوية من تقدم وتطور مستمر في إطار التواصل القائم بين البلدين وشعبيهما الشقيقين. من جانبها قدمت قرينة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية جزيل شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معتبرة هذه الزيارة فرصة طيبة للتواصل بين بلدين شقيقين تجمعهما الكثير من الروابط التاريخية التي تعزز علاقات الأخوة وأوجه التعاون وتفتح آفاقا جديدة بينهما. كما كان في الاستقبال عدد من سيدات العائلة الملكة الكريمة وحرم معالي وزير الخارجية وسعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة والسيدة حرمه.